اهلا وسهلا مشاهدينا الاعزاء بحلقه جديده من مطبخ الشيف احمد. واليوم وصفتنا اللي هي مميزه، وصفه طليانيه. سبق وعملنا البيتزا بصلصات اخرى وبالصلصه الحمراء. اليوم رح نعمل البيتزا الفريدو بالدجاج والصلصه البيضاء مع الفطر. كتير رح تكون طيبه، تابعوا معي هيدي الوصفه. اول شغله رح نعمل العجينه. عندي طحين هون، اذا رح اوضع الطحين، ملح، احرقهم شوي مع بعض. عندي هون مي فاترة رح اوضع بقلبها زيت الزيتون، خميرة جافة فورية، وعندي سكر ورح احرقهم بهذا الشكل. عندي هون المقادير اللي خلطتها رح اوضعها فوق الطحين. نحرك هيدي المكونات لا يمتزجوا مع بعض، ومن بعد ما يمتزجوا رح نرجع نعجنها على الطاولة. اكيد بنعجنها بهيدا الشكل. عندي وعاء رح رش بقلبه شوية طحين. بحط هيدي العجينة بالوعاء، برش عليها طحين وبغطيها وبتركها ترتاح لمدة 40 دقيقة. وبنحضر هلا صلصة الالفريدو. اوكي، مثل ما عم تشوفوا عندي حص ثوم كبير. هلا انا هيدا الحص بدي افرمه ناعم. بما انه الحص كبير بفرمه على طريقة البصل بهذا الشكل. بكسرول على النار اعزائي المشاهدين. رح اوضع زيت الزيتون. لليوم رح نعمل الصلصة بزيت الزيتون لانه رح استعمل كريمة فيها، والكريمة فيها زبدة، فبدي الدسم ما يكون كتير. هلا اوضع هيدا الثوم، عندي هون كمان فطر بدي اقطعه شرائح بهذا الشكل. هلا رح اوضع الفطر فوق الثوم، بحرقه هون شوي. كتير طيبة هيدا الصوص وكتير طيبة هيدي البيتزا بهيدي الطريقة. هلا رح نوضع الكريمة اللي هي كريمة الطبخ، موجودة بالسوبر ماركت، كريمة للطبخ. وهلا مثل ما شايفين عندي هون جبنة البارميزان. هيدي جبنة طليانية وكتير طيبة، تستعمل بالبيتزا والمعكرونة. هلا انا رح ابرش منها لهيدي الجبنة. بوضع الملح وبحركها شوي وبتركها لمدة 4 دقايق لتشتد عندي الصلصة شوي. مشاهدينا الاعزاء من بعد ما تبخرت ميتها مثل ما شايفين عندي لتركتها ل4 دقايق. هلا رح اضيف لها قليل من الماء والنشا. هيدا بيساعدني انه تشتد الصلصة عندي، لانه بس حطها مع البيتزا رح تعذبني ورح تصير تسوح. فبفضل انه انا شدها بهيدا الشكل مثل ما عم تشوفوا، شوية مي ونشا. هلا المقادير موجودة على الرابط اسفل الفيديو كلها بالكامل. عندي هون مثل ما شايفين صدر الدجاج. هلا رح اقطعه لقسمين هيدا الصدر بهيدا الشكل. اوكي، هلا بدي رش عليه قليل من الاوريجانو، على جريل على النار او على مقلاية. رح اوضع قليل من الزيت بهذا الشكل، واوضع هذا الدجاج لاشويه. رشة ملح، هلا بدي اقلب الدجاج على الجهة الاخرى. منظر جميل جدا. هلا عندي العجينة جاهزة، عندي صارت. رح شيلها. اكيد هيدي العجينة بتعمل لي سنيتين رح اقطعها لقسمان انا.
هلا بدنا نرقها على قد الصينيه بدنا نستعملها فيها. بنرق هيدا العجينه شوي هيك. عندي صينيه مثل ما شايفين إلها مخرمه من الاسفل لتساعد على استواء البيتزا من الاسفل. رح ادهنها قليل من الزيت. هلا بدي اوضع العجينه عليها بهذا الشكل. اكيد ما ضروري تكون العجينه عندي نفس المستوى لانه هلا رح تمد على الزيت، وبحاول خلي الاطراف اسمك من المنتصف لتعطيني شكل حلو البيتزا. هلا مثل ما شايفين عندي هيدا العجين رح اوضع عليها الصلصه البيضاء. مثل ما شايفين كيف اشتدت عندي الصلصه البيضاء. بوزع هيدا الصلصه البيضاء على البيتزا بهذا الشكل. هلا بعد ما وزعت الصلصه رح اوضع جبنه الموتزاريلا. عندي الدجاج استوى رح اقطعه بهذا الشكل. ليكوا قديش حلو شكله جميل. اذا بتعملوا هيدي البيتزا بهيدي الطريقه يكون عندكم ضيوف كتير بتعجبهم. هلا بدي وزع هيدا الدجاج بهالشكل واوراق الحبق او الريحان. مزيد من الجبنة على الوجه قليلا. هلا بدي اضيف كمان الاوريجانو وبتصير عندي البيتزا الفريدو بالدجاج والفطر جاهزة ولا اشهى من هيك. هلا رح ندخلها على فرن حرارته 180 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة من الاعلى والاسفل. اذا مثل ما عم تشوفوا هون البيتزا صارت عندي جاهزة. شوفوا شكلها قديش حلو. هلا بالنسبة للجبنة اللي هون انا فيها اعمل هيك اتفنن فيها. في احط قليل من الجبنة قبل ما تخلص هيدي البيتزا تعطيني لونين كتير حلوة هيدي الطريقة. هلا بدي اقطع هيدي البيتزا شهية كتير ومقرمشة مثل ما عم تشوفوا عندي. رح اقدم معها قليل من الروكا طلع طيب كتير. شوية زيت زيتون، رشة ملح، بحركهم بهيدا الشكل. بوضع هيدي الروكا بهيدا الشكل الجميل. قليل من البندورة الكرزية وبوضع البيتزا الشهية حدا وبكون عندي طبق شهي ولا اشهى من هيك. رح ادوق هيدي البيتزا مثل ما عم تشوفوا ولا اشهى من هيك. اكيد فيها اعملها رقيقة اكتر حسب الرقة. وصفة ولا اشهى من هيك. البيتزا بهيدي الطريقة مع الدجاج بهيدي الصلصة والفطر مع البرميزون سلطة الروكا مع البندورة كتير رائعة. ولا اشهى من هيك وصفة. بنصحكم اعزائي المشاهدين جربوا هيدي الوصفة لانه رح تعجبكم. تابعونا وما تنسوا الاشتراك. الى اللقاء الى حلقة مميزة من مطبخ الشيف احمد.